السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ إيه الأخبار؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن الاكس اس اس، وايه هو الاكس اس اس وانواع الاكس اس اس. دي ثغرة موجودة في مواقع الباك باونتي او الويب سايتس بشكل عام. دي ثغرة من الوصف توب 10. تمام؟ طيب، ايه هو او ايه هي ثغرة الاكس اس اس؟ الاكس اس اس اختصار هي كروس سايت سكريبتنج. تمام؟ طيب، الثغرة دي عبارة عن ايه؟ هي فكرتها ان الثغرة دي بتسمح للاتاكر ان هو يدخل كود جافا سكريبت جوه صفحة الويب، والكود ده يتنفذ على المتصفح بتاع الضحية، مش على السيرفر خالص. تمام؟ فكرته الأساسية ان السيرفر بقى بيبقى واثق في الانبوت اللي جاي من اليوزر. تمام؟ والمتصفح ينفذ الكود كأنه كود عادي موثوق منه، يعني مفيش اي مشكلة. طبعا هندسه معلش، يعني انت بتقول لي دلوقتي هو فكرته الاساسيه ان السيرفر بيبقى واثق من الانبوت بتاع اليوزر. ايوه، انا كاتاكر بقى ممكن اعمل ايه بالثغره دي اصلا؟ يعني ثغره الاكس اس اس دي انا اقدر اعمل بيها ايه؟ لا، تقدر تسرق الكوكيز والسيشن. عشان تبقى عارف، يعني انت تقدر تسرق الكوكيز والسيشن بتاعت اي حد. دي نقطة. النقطة التانية، تقدر تسرق الاكونت كله بتاع الضحية، وساعتها تبقى ثغرة تانية اسمها اكونت تيك اوفر. دي حاجة. تمام؟ تقدر برضو تعمل فيشنج داخل نفس الدومين بتاع الموقع. طيب، تقدر تعمل بارتو باي باس للسي اس ار اف احيانا، مش دايما يعني، عشان تبقى فاهم. جميل. طيب، انواع الاكس اس اس ايه هو وايه هي الانواع بتاعه الاكس اس اس؟ اول يعني عندنا ثلاث انواع: ريفلكتد اكس اس اس، والستورد اكس اس اس، والدوم بيزد اكس اس اس. طيب، اول نوع معانا هو الريفلكتد اكس اس اس. هو فكرته الكود بيبعت، يعني الكود بيتبعت في الريكوست، وبعد كده السيرفر بيرجعه في الريسبونس، وساعتها بيبقى محتاج الضحيه يفتح اللينك عادي. جميل. يعني الريفلكتد الاكس اس اس هو فكرته ان الكود بيتبعت في الريكوست عادي، وبعد كده السيرفر بيرجعه في الريسبونس، وبيبقى بقى محتاج الضحيه يفتح اللينك عادي، مفيش اي حاجه. طيب، تعال نشوف الصوره دي بتقول ايه. دي ثغره الاكس اس اس ريفلكتد. الصوره دي هتفهمك النظام بيمشي ازاي. رقم واحد اللي هو الاتاكر ده بيعمل ايه بقى؟ بيبدا او بيحضر لينك مخصوص، واللينك ده بيكون فيه بيلود اكس اس اس، ويبعت اللينك ده للضحيه. حلو. بيبعته بقى عن طريق ايميل، عن طريق واتساب، عن طريق فيسبوك. المهم ان هو يبعته للفيكتيم اللي هو الضحيه. طيب، تاني حاجه، رقم اتنين، الضحيه ده بقى ساعتها بيعمل ايه؟ شاف اللينك، داس عليه، وبعد كده دخل الموقع عادي. طيب، مفيش مشكله، هو الضحيه اصلا ما عملش اي حاجه غلط، ولا هو حاسس ان في هجوم بيحصل اساسا. دي حاجه. رقم ثلاثة. طيب، رقم ثلاثة اللي هو مين؟ الويب سايت ده عمل ايه؟ الموقع هنا غلطته بقى. ليه؟ اولا هو استقبل اللينك من الضحيه اللي هو التارجت عادي، ما فيش اي مشكله، هو خد اللينك بالبيلود وكل الكلام ده، ما عملش اي فلتره نهائي، ولا حتى اتحقق من الرابط اصلا، ولا هو شايك على الرابط اللي انت شايفه قدامك ده اللي هو اتش تي تي بي ويب سايت دوت كوم بي اتش بي دوت بيج دوت بي اتش بي بيلود. ما اتحققش منه اصلا، ورجع له، راح رادد عليه بنفس البيلود اللي الاتاكر اصلا عمله. فساعتها اول ما الفيكتيم ده يفتح الريكوست او يفتح اللينك، هيتنفذ قدامه الكود اللي هو الجافا سكريبت، او الكود او الثغره اللي هي اكس اس اس ريفلكتد. هيظهر له بوب اب مسج قدامه كده، ايا كان بقى البوب اب مسج دي مكتوب فيها ايه. تمام. طيب، ليه هندسه اسمها ريفلكتد اكس اس اس اصلا؟ اولا عشان الكود ما تخزنش اساسا، ما تخزنش في الداتابيز ولا في السيرفر ولا حاجه. لا، ده هو جه في الريكوست وترد عليه في الريسبونس، وبعد كده اختفى وبس. ده اللي حصل، فعشان كده اسمها انعكاسي، ثغره ريفلكتد، بتظهر للفيكتيم قدامه. طب يا هندسه معلش، ثغره الاكس اس اس دي الاقيها فين في المواقع؟ ممكن تلاقيها مثلا في السيرش بار، اللي هو لما بيجيب لك كده رساله، او قصدي لما بيجي لك كده انبوت ويقول لك دخل انت عايز تسرش عن ايه، عايز تسرش عن منتج معين او الكلام ده. او في ايرور بيزد، قصدي ايرور مسج، يكون في رسائل خطا مثلا. او ان انت مثلا بتيجي تسجل دخول في الموقع باليوزر نيم والباسورد بتاعك، او ان انت مثلا ممكن تغير الباسورد بتاع الاكونت، فبيظهر لك في صفحه الريسيت باسورد.
جميل. طيب تعال نشوف لاب على الاكس اس اس ده ريفلكتد. تعال نشوف لاب عشان توضح الموضوع. هو ده. طيب نمسح دول عشان بس اوريك الفكره. اول حاجه انا قدامي سيرش بار اهو، ده السيرش، ده السيرش اللي انا بقول لك عليه. انت ابحث عن اي حاجه، يعني قول له حازم مثلا. اقوم داخل في السورس كود وابحث عن كلمه حازم، لقيتها ان هي اتطبعت في المكان ده، وبعد كده اتطبعت في الكود اللي هو بتاع السكريبت ده. طيب انا عشان اخش جوه المكان ده او ان انا اعمل كود اكس اس اس، معايا البيلود اللي هو ايه اسمه سكريبت. طيب في الحاله دي هقوم مديله القفله بتاعته اللي هي هنا دي، هاخد يعني هاخد حازم بالدبل كود والكلوز تاج بتاعه، واقوم حاططها هنا. وبعد كده ابدا احط الكود السكريبت بتاعي واشوف هيسمع معايا اليرت ولا لا. بعد كده اقول له سكريبت ده الكود بتاع الاكس اس اس، واقول له سيرش. طيب هي نزلت زي ما هي قدامي، ولكن الاوبن تاج والكلوز تاج ما اتقفلش، يعني ما ظهرش قدامي. طيب تعال نبص على السورس كود. هنا بقى اتعمل له حاجه اسمها فلتره، اتعمل له حاجه اسمها اتش تي ام ال انكودنج. جميل. طيب تعال نبص على المكان الثاني اللي احنا لقينا فيه حازم. طيب انا لقيت السكريبت نزلت، وبعد كده الاليرت 1، بعد كده السكريبت. بس انا خدت بالي من حاجه مهمه جدا. هو ما مسح الكلوز تاج والاوبن تاج. يعني هو ايه، استنى اوريك بقى ايه العلامات دي. بص، هو مسح العلامات دي. تمام. بص ده السكريبت ماشي، بعد كده اليرت 1، وبعد كده عمل ايه السكريبت ده. هو مسح العلامات دي، مسحهم. العلامات اللي انت شايفها قدامك اللي هي بتاعت الاوبن تاج ودول، والعلامه دي والعلامه دي، راح منزلها لك زي ما هي. جميل. طيب وهنا اتعمل له حاجه اسمها اتش تي ام ال انكودنج، يعني هو هنا اتعمل له فلتره. جميل قوي. طب انا ازاي ممكن اجيب اكس اس اس؟ انا محتاج اطلع بره العلامه دي. انا لو عرفت ان انا اطلع بره العلامه دي، يبقى انا اقدر اجيب اكس اس اس على طول زي ده كده على طول، وادي له العلامتين دول. العلامتين دول بيعملوا ايه في في الجافا سكريبت؟ تمام، بيعملوا كومنت، يعني بيتجاهل بقيه الاكواد اللي انت شايفها تحت دي. انا كده اقدر، انا كده اديته العلامتين بتوعه، تمام، اللي هم هنا دول، خدتهم حطيتهم، بعد كده قلت له اليرت وقلت له 1، واديته العلامتين دول عشان اعمل تجاهل لبقيه الاكواد اللي بتاعت الصفحه دي. حلو. طيب تعال ناخد ده كده ونحطه زي ما هو ونعمل دي البوب اب مسج بقى كده، ثغره اسمها اكس اس اس ريفلكتد. تمام. طب تعال نغير رقم واحد دي ونخليها مثلا حازم. اهي. تمام. دي كده ثغره اسمها اكس اس اس ريفلكت. طبعا بقى احنا بنستخدم رقم واحد ده كبي او سي، يعني اللي هو بروف اوف كونسبت، اثبات للثغره. انما احنا ساعات بنستخدم حاجه اسمها دوكيمنت دوت دومين مثلا. تمام. ما اشتغلش، او انا كاتب دوكيمنت غلط تقريبا. طبعا عشان بس ايه ما نطولش في المحاضره، دوكيمنت دوت دومين اهو undefined. يعني هو طبعا بقى الموقع يظهر لك هنا الموقع، تمام، اسم الموقع. جميل. بس دي كده اسمها ثغره اكس اس اس ريفلكتد، ان هي بتحصل ما اتخزنتش في الداتابيز، لا هو انا بعت الريكوست في البيلود واترد في الريسبونس بعد كده واختفى، ما خلاص كده. فعشان كده اسمها ثغره اكس اس اس ريفلكتد، انعكاسي. جميل. تاني ثغره معانا وهي، اطلع فوق يا عم، ستورد اكس اس اس. جميل. طيب وده اخطر نوع، وهقول لك ليه اخطر نوع. اولا الكود ده بيتخزن في الداتابيز، دي حاجه. اي حد هيفتح الصفحه هيتصاب، اي حد هيفتح الصفحه هيتصاب. فعشان كده ده اخطر نوع في ثغره الاكس اس اس. الصوره دي برضو بتوضح الدنيا شويه. رقم واحد، ايه اللي حصل؟ الاتاكر عمل ايه؟ لقى مكان بيستقبل انبوت من اليوزر. حلو. المكان ده بقى ممكن يكون كومنت او فيدباك، او مثلا اسم بروفايل، او شات سبورت مثلا، اللي هو بيكون فيه الايقونه اللي تحت دي كده، بيقول لك انت تقدر تتواصل مع الدعم. تمام. عمل ايه بقى؟ حط فيه البيلود، هو حط فيه بيلود اكس اس اس ماليشياز كود بتاع اكس اس اس. جميل. عمل انجكت. طيب
رقم اتنين، ايه اللي حصل؟ الويب سايت، الموقع هنا بقى كل ما يعرض الصفحه لحد ويسحب الداتا من الداتابيز ويعرضها زي ما هي. تمام. الموقع فاكرها تعليق عادي، يعني هو الاتاكر ده كتب كومنت بس حط فيه بيلود اكس اس اس، فالموقع آه، افتكر ان ده تعليق عادي مفيش اي مشكله. بس المتصفح شايف ان ده كود جافا سكريبت. حلو قوي. رقم ثلاثة، التارجت. ايه اللي عمل التارجت؟ ايه اللي حصل له؟ التارجت بقى الضحيه. ساعتها اي شخص، مش التارجت بس، اي شخص دخل على الصفحه ذات نفسها اللي هي المصابه من غير ما يعمل اي حاجه، الكود اوتوماتيك هيشتغل قدام الضحيه وقدام الناس كلها اللي بتزور الموقع. تمام. فعشان كده دي ثغره اسمها اكس اس اس، لان انا ساعتها ممكن اسرق كل الاكونتات بتاعت الناس اللي بتزور الموقع، ممكن اسرق الكوكيز والسيشنز بتاعتهم. تمام. تخيل بقى ان الادمن يروح يزور الموقع وقتها قمت انا واخد السيشن بتاعته. تمام. طيب، برضه عشان اخطر نوع ليه، عشان هو مش محتاج كليك، يعني مش محتاج حد يدوس على لينك، مش محتاج اي حد يدوس على السيرش بار دي، مش محتاج اي حاجه. هو اترزع في الداتابيز، والادمن كل ما يروح يزور الموقع وكل الناس اللي راحت تزور الموقع بتسحب منه الكوكيز والسيشنز. فعشان كده تاثيره عالي جدا. الثغره دي دايما تصنيفها اصلا في الباك باونتي كريتيكال، من هاي لكريتيكال. جميل. تعال نشوف لاب على الستورد اكس اس اس ده. جميل. هو هنا قال لي ايه في اللاب؟ This is the lab contains stored access vulnerability comment function، فاتبع لي كلمة alert موجودة في حاجة اسمها comment. جميل أوي. نقفل بس التابات دي كده، نقفل ونروح نشوف اللاب. أنا دخلت عملت ايه؟ أنا طبعا أنا كواحد باج هانتنج أنا بزور الموقع وببدأ أشوف ده بيعمل ايه، كل الكلام ده. بس عشان اختصار للوقت، هو قال لي المكان المصاب فيه في الكومنتات. حلو قوي. ده كده بيقول لك فيدباك، حط الفيدباك للصوره دي مثلا على سبيل المثال. طيب انا هحط له كود سكريبت. تعالى بس نكتبه هنا. انا هحط له كود السكريبت ده. تمام. وهحط له اي اسم. تمام. وبعد كده قال لي اللاب. طيب معلش يا هندسه، انا اللاب اللي فات شفت ان في بوب مسج ظهرت هنا، مفيش اي حاجه ظهرت. طيب جميل. انت لو عملت او دوست على كلمه باك تو بلوك، بص هتلاقي الاليرت ظهر معاك. طبعا بقى انا ممكن اخليها مثلا حاجه عادي براحتي، انا بس بقول لك ان احنا بنجيب كاثبات للثغره مش اكتر من كده. بعد كده باك تو بلوج هلاقي كلمه رقم واحد هي اللي ظهرت. انت عارف رقم واحد دي هي اللي ظهرت ليه؟ علشان اصلا البيلود القديم اللي انا عملته ده، البيلود ده اتخزن في الداتابيس. فانت كل مره بقى بص اهو حازم. تخيل بقى لو انا مثلا عملت بيلود تاني على سبيل المثال اسمه جوكر. تمام. قمت كاتب مثلا حازم، بعد كده رحت قلت له باك تو بلوج، ظهر لي البيلود الاولاني. اوكي. ظهر لي البيلود الثاني حازم، ظهر لي البيلود الثالث، وهكذا. تمام. فده الستورد اتخزن في الداتا بيز. جميل. طيب ثالث نوع معانا هو الدوم بيزد اكس اس اس. جميل. طيب الثغره دي او الدوم بيزد اكس اس اس، الثغره دي بتحصل في البراوزر فقط، في المتصفح فقط، مش في السيرفر. السيرفر اصلا مش شايفها. تمام. فانت محتاج ان انت تكون فاهم بس كود جافا سكريبت كويس. ده الحاجه الثانيه، الجافا سكريبت بياخد من الانبوت ويحطه في الكود، في الكود بتاع الدوم بتاع الجافا سكريبت اللي هو اللي بيبقى مكتوب في السورس كود. حلو. طيب ليه ثوره الدوم اكس اس اس بتحصل اصلا؟ اولا عشان ما فيش تحقق من الانبوت فاليديشن، ما فيش تحقق خالص. تمام. وكمان ممكن يكون بيستخدم دوائر كتيره جدا خطيره اصلا في الجافا سكريبت. زي يعني ايه؟ ممكن يكون مثلا بيستخدم في الجافا سكريبت الانر اتش تي ام ال، او مثلا الدوكيمنت دوت رايت. تمام. وممكن يكون بيستخدم بقى السينك والسورس والكلام ده. فساعتها تقدر تجيب دوم اكس اس اس على طول. دي حاجه. كمان المكتبات اللي هي بتبقى الفريم وركس دي اللي هي موجود بتاعت الجي اس او الجافا سكريبت، يعني
بيكون هو اصلا استخدمها بشكل خطأ. تمام. فساعتها يبقى ايه؟ never trust user input، اللي هو عمرك ما هتصدق اي حاجه جايه من يوزر مهما كان شكله محترم حتى. تمام. طيب دي صوره بتوضح برضو الدوكيمنت اوبجكت موديل. جميل. بس احنا مش هنشرح الصوره دي، احنا هناخد اللاب على طول. ناخد اللاب ده. هو زي ما بيقول لك ايه، الدوم اكس اس اس في موجوده في حاجه اسمها الدوكيمنت رايت سينك يوزنج سورس لوكيشن دوت سيرش. هنفهم ده بيعمل ايه. عايزين بس نعرف اللاب ده بيتكلم عن ايه. موجوده فين؟ في السيرش كويري تراكنج. ماشي. فانكشنال. بعد كده اليرت. ماشي. هو عايز برضو اليرت. طيب انا عشان ده سيرش بار قدامي، فاحنا طبعا كالعاده بنتست باسم حازم. طبعت قدامي، هروح ابص عليها فين؟ السورس كود. لقيتها ان هي اتطبعت في مكان واحد اهو. اتطبعت في مكان واحد. طيب انا عشان اجيب اكس اس اس من المكان ده محتاج اطلع بره العلامات دي. يعني انا اخد ده كده. تمام. بعد كده اديله كومنت في الاتش تي ام ال وابدا احقن البيلود بتاعي هنا. هو الموضوع يبان ان هو معقد، ولكن انت لو فهمته هيبقى سهل جدا يعني، ما تقلقش. حلو. انا عشان ابدا اجيب كود اكس اس اس يبقى انا لازم اطلع بره العلامه دي. انا مش بحقن البيلود عمياني، ده مبدئيا يعني محتاج اطلع بره العلامات دي. تمام. وبعد كده اديله كومنت عشان اعمل تجارب لبقيه الاكواد الثانيه. حلو. وبعد كده ايه؟ اخد ده كده. البيلود ده المفروض ان هو صح ويطلع لي اليرت. لو حطيته هنا ما جابليش اي حاجه. لو رحت بصيت في السورس كود اتعمل له اتش تي ام ال انكودنج زي ما انت شايف كده. طيب انا محتاج اقرا الكود بتاع الجافا سكريبت ده. جميل. انا عشان بس اختصار للوقت انا ممكن اشرح لك الكود ده عباره عن ايه، والفانكشن ده عباره عن ايه، والكلام ده، والدوكيمنت رايت ده سورس كود لازم تكون انت فاهمه. بس باختصار كده، هو من خلال الكود اللي قدامك ده هو بيقرا الاسم اللي هو مكتوب سيرش. يعني ايه؟ يعني شفت السيرش بتاع البار ده؟ تعالى كده ناخده ده. تعالى ناخد الكود ده بره ونمسح ايه من اول هنا. هو بياخد منك الانبوت اللي انت بتدخله في السيرش بار ده، بيخزنه في اليو ار ال ده، بيحطه جنبه حازم. حلو. طيب انا عشان اكمل الاكس اس اس او اطلع اكس اس اس تمام من الانبوت ده، يبقى انا محتاج اطلع بره العلامات دي او محتاج ان انا اخدعه. طيب انا من خلال السورس كود اللي انا قريته عرفت ان في علامتين هنا هم. العلامتين دول لو انا خدت العلامتين دول وفتحت علامه ثانيه جديده اللي هي الاوبن تاج، قلت له سكريبت اليرت 1، بعد كده اديته السكريبت الثاني كده. انا اديته العلامتين بتوعه اهم. هو بياخد مني من الانبوت ده، هو بياخدها مني ويخزنها هناك. جميل. في الويندو لوكيشن دوت سيرش. وانا اديته العلامتين بتوعه. جميل يا عم. انا خدت العلامتين وحطيتهم واديته البيلود بتاعي، وبعد كده قمت حاطط ايه؟ الكود اللي هو البيلود الاكس اس اس. طبعا بس عشان ما نعملش ايرور ونقول له سيرش، هتلاقي البيلود ظهر معايا اهو. طبعا بقى انا ممكن برضو ابص حتى العلامتين نزلوا زي ما هم. لو انا فتحت السورس كود هتلاقي ايه؟ العلامتين اصلا اتعمل لهم انكود هنا، ولكن اشتغلوا فين؟ في الكود بتاع السكريبت. انا من خلال السورس كود بتاع الموقع عرفت ان انا اقدر اطلع اكس اس اس باحتراف، مش مجرد ان انا رزعت البيلود وخلاص. لا، عرفت ان انا اقدر اديله العلامتين بتوعه. خد بص، على فكره انا لو من غير العلامات دي لو قلت له سيرش هتلاقي البيلود اصلا ما اتنفذش. سيبك بس من حوار ان هو اللاب اتحل ده، لكن لو بالعلامتين دول هيظهر معاك فين؟ البوب اب مسج ده هيظهر معاك الاليرت ده. تمام. وبس دي كده ثغره الاكس اس اس. واستنونا في فيديوهات تانيه كتير ان شاء الله، هيكون في ثغرات تانيه اكتر. تابعنا على قناه اليوتيوب، ولو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت. ولو في اي سؤال انت عايز تساله تقدر تكلمني على البيج بتاعت الفيسبوك، هسيبها لك في الديسكربشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.